السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الكشري المصري بطريقة مميزة جدا، إن شاء الله هتعجبكم جدا. أول حاجة أنا بعملها بجهز عندي كمية من البصل المتقطع حلقات. هجهز البصل بتاعي وهكون مسخنة طاسة عندي على النار فيها كمية زيت غزير. الكمية دي هستخدمها كل عندي في كل الحاجات بتاع الكشري، سواء الرز او العدس. فانا بستغل الزيت في الاول على اساس ان انا احمر في البصل، وفي نفس الوقت بيدي الزيت طعم احلى من انا بستخدمه في الحاجة على طول. يعني انا هحمر اول حاجة البصل عندي في كمية الزيت الغزير دي. هنا انا حطيت البصل عندي في الزيت من غير ما اضيف عليه اي حاجه، من غير ما اضيف عليه ولا نشا ولا دقيق ولا ملح ولا اي حاجه. حطيته كده زي ما هو في الزيت وهسيبه يتحمر معايا، وهكون معليه عليه عادي. هنا يا جماعه على بال ما البصل يتحمر معايا حطيت هنا حله على النار، حطيت فيها ميه. اول ما الميه عندي بدات تغلي ضفت عليها حوالي معلقتين كبار من الزيت ومعلقة واحدة من الملح، وهبدأ أضيف عليها المكرونة اللي أنا هستخدمها في الكشري. هنا أنا هستخدم النوعين دول، اللي هو نوع خواتم ونوع اسباجيتي طبعا، والكمية دي على حسب احتياج كل أسرة وعلى حسب رغبتك. هنا هستخدم المكرونة الاسباجيتي، هكسرها عندي حجم صغير، وهضيف نوعين المكرونة دول عندي في الحلة وهي بتغلي، وهسيبهم لغاية ما يستوي معايا. هنا انا كسرت المكرونة بتاعتي بالحجم اللي احنا شايفينه ده، المكرونة يكون مناسب لحجم المعلقة بتاعتي. هبدأ اضيف المكرونة دي على المكرونة التانية، وهضيف الاتنين عندي في المية وهي بتغلي. هنا البصل اتحمر معايا، نشلته عندي على ورق مطبخ وسبته يتصفى من الزيت. يبقى انا كده خلصت من البصل عندي. وهنا كان عندي كمية من حمص الشام مليناها من بالليل في مية فترة، وجيت بعد كده رحت حطيتها في مية، ضفت عليها مية وحطيتها على النار لغاية ما استوت. نشرته من المية. يبقى انا كده جهزت عندي البصل اللي هحطه على الوش، وكمان بتاعتي بعد ما استوت طفيت عليها وتخلصت من كل كمية المية اللي فيها، وضفت عليها شوية من الماء الجاري واتخلصت منه. واهم حاجة ان انا اتخلص من كل كمية المية اللي في المكرونة. هنا يا جماعة ضفت عندي على المكرونة رشة من الفلفل الاسود، وضفت عليها ملح، وده طبعا على حسب الرغبة، وحوالي معلقة واحدة كبيرة من الزيت على اساس تدي المكرونة لمعة جميلة. لان طبعا كمية الزيت اللي انا كنت حطاها الاول في المية لما اتخلصت منها من المية نزلت معاها، فانا هنا بعوضها بمعلقة واحدة تاني مش اكتر، وهقلب المكونات كويس جدا. وكده انا المكرونة عندي استوت. هشوف بقى هعمل ايه تاني. هبدأ دلوقتي اسوي العدس عندي، والعدس عندي هعمل فيه حاجة من الاتنين: يا اما احط العدس عندي في مية فترة من بالليل لغاية الصبح، العدس عندي هيبقى يكاد يكون استوى، فمش هياخد مني في السوى وقت خالص. يا اما لو انا ما لينتوش من بالليل هبدأ اغلي عليه الاول بشوية مية على النار لغاية ما احس ان هو دخل في السوى. هبدأ اصفيه من المية بتاعته وابدأ اسويه بالطريقة بتاعتي. هجيب عندي حلة واحطها عندي على النار، وهضيف عندي عليها كمية من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. هبدأ دلوقتي استخدمه. اول ما الزيت يسخن عندي هضيف معلقتين من البصل المتقطع مكعبات. انا بأسوي العدس ببدأ عندي اسوي الرز في نفس الوقت. بجهز كمية من الرز عندي بغسلها كويس جدا واصفيها من المية بتاعتها، وهجيب عندي حلة على النار هضيف فيه عليها شوية من الزيت اللي انا استخدمته في قلي البصل، وهضيف عليها معلقتين كبار من
البصل المتقطع حلقات، اسفة المتقطع مكعبات. فانا الوقت ده بسوي فيه الرز والعدس مع بعض، بس كل واحد فيهم في حلة منفصلة. اول ما البصلة بتاعتي بدأت لونها يتغير هبدأ انزل عليها عندي بالعدس. هنا انا ضفت العدس عندي وقلبته كويس جدا، وهفضل اقلب فيه لغاية ما احس ان كل المية اللي في العدس اتشربت ونشفت قبل ما اضيف اي سوائل. كل كمية السوائل اللي فيه واللي في البصل بدأت تجف، نسمع صوت زي اللي احنا سامعينه كده، هبدأ انزل عندي عليه بنص مكعب مرق. اديني نزلت عليه بنص مكعب مرق، وده يا جماعة اللي بيميز طعم العدس والمرق ده. مكعبات المرقة دي انا عاملاها عندي هنا في البيت، وهتلاقوها ان شاء الله فيه كويس جدا. وهبدأ انزل عندي بمية على العدس، ولازم المية تكون سخنة. هنا ضفت عندي المية السخنة على العدس، وما ضفتش ملح غير لما اتأكدت ان نص مكعب المرق بتاعي ده كويس، لان مكعب المرق فيه ملح. وبعد كده بدأت اظبط الملح بتاعي، وده على حسب الرغبة. ولو احنا هنا خدنا بالنا ان انا مش ضايفة مية كتير، لان العدس يعتبر مستوي نص سوا، فمش هياخد معايا سوا كتير. هبدأ اول ما يغلي عند العدس هوطي عليه لتحت وهغطيه وهسيبه يطيب معايا. انا هبدأ اسوي الرز. في الاول كنت هسويه مع العدس هما الاتنين في وقت واحد، بس عشان ما لخبطكوش هسوي كل واحد واحد. طبعا زي ما اتفقنا جبت حلة عندي وحطيت فيها كمية من الزيت اللي انا استخدمته في تحمير البصل، وضفت عليها معلقتين كبار من البصل المتقطع مكعبات. اول ما يبدأ عندي يتغير لونه هنزل عندي بشوية من الشعرية. هنا نزلت عندي بالشعرية وقلبتها مع البصل، وهنا هسيب عندي الرز والشعرية مع بعض في حلة واحدة توفيرا للحلل والمواعين. هبدأ دلوقتي اسيب الشعرية لما تتحمر مع البصلة، واول ما تدخل في التحمير هبدأ اضيف عليها الرز بتاعي. اول ما الشعرية بتاعتي وصلت للون ده هبدأ اضيف عليها الرز عندي. هنا الرز بتاعي، هنا انا بفضل اقلب في الرز بتاعي لغاية ما احس ان هو اتشمع عندي بكل المادة الدهنية. وطبعا زي ما احنا عارفين ان لازم في الرز بالذات كمية المادة الدهنية تكون كويسة، عشان ده اللي بيخلي الرز معايا يطلع جميل ومفلفل. هفضل اقلب فيه، وبعد كده دلوقتي هبدأ اضيف عليه نص مكعب المرق. هنا انا ضفت نص مكعب المرق على الرز وهقلبه كويس جدا. ويا جماعة مكعب المرق هو اللي هيفرق معايا في الطعم، مش في الكشري بس، في كل الاكلات. جربوه ان شاء الله كتير، بس بيعمل معايا كمية كبيرة وبتقعد معايا فترة اطول وفترة طويلة جدا، وفي نفس الوقت بيبقى اضمن واحسن من اي مكعبات مرقة من بره. انا مش عارفة مصدرها ايه، وفي اقاويل كتيرة حواليها. هنقلب كل المكونات دي كويس جدا، وبعد كده هنزل على الرز بمية لازم تكون سخنة. وطبعا زي ما احنا متفقين وعارفين في الرز المصري ان كل كوباية من الرز المصري بتاخد عندي كوباية من المية. بعد كده انا دلوقتي ضفت المية بتاعتي وضفت الملح، وطبعا ده على حسب الرغبة. واول ما بدأ الرز يتشرب معايا هبدأ اوطي عليه لتحت واغطيه واحط من تحتيه الشياطة وهسيبه لما يستوي. دلوقتي هبدأ اعمل الصلصة بتاع الكشري. عندي هنا في نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها البصل كان فيها حبة من الزيت، ونزلت عليها بمعلقتين كبار من البصل المتقطع مكعبات. اول ما يبدأ البصل معايا زي ما احنا شايفين يتغير لونه هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هنا انا نزلت عندي بمعلقة من الثوم المفروم، وهبدأ اقلب البصل والثوم كويس جدا لغاية ما الثوم يبدأ يتغير لونه وريحته تطلع معايا. وانا بحمره هضيف عليه ربع معلقة من الكزبرة الناشفة. اول ما الثوم ريحته طلعت
وبدأ يتغير لونه هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض. هنا أنا ضفت الخل وهبدأ أخلي المكونات كلها تغلي كويس مع بعضها. هنا أنا نزلت بالصلصة بتاعتي على خليط الثوم والبصل والخل، ودي صلصة أنا مسبكاها وشايلها عندي في الفريزر، بس ممكن انتي تستخدمي الطماطم الفريش، لكن الصلصة بتوفر معايا في الوقت. هسيبها لما تغلي مع بعض كويس جدا. هنا انا ضفت عندي رشة من السكر ورشة من الفلفل الاسود، وهقلب المكونات كويس وهسيبها تتسبك. الصلصة بتاعتي بتتسبك هضيف عليها ربع معلقة من الكمون وهسيبها تكمل تسبيكها. دلوقتي هعمل الشطة بتاع الكشري، وهي عبارة عن هجيب طاسة عندي على النار وهضيف عليها معلقة من الزيت، وأبدأ أول ما الزيت يبدأ يسخن معايا هنزل عليها بكمية من الصلصة. هنا ضفت الصلصة بتاعتي على الزيت أول ما سخن، وهسيبها تغلي كويس معايا وتتسبك، وهي أصلا الصلصة متسبكة بس هسيبها تندمج كويس. وهضيف عندي عليها كمية كبيرة أو حسب الرغبة من الشطة الحمراء المطحونة، وهسيبهم يغلوا كويس مع بعض. دلوقتي الشطة بتاعتي اتسبكت وبدأت طبقة الزيت تطلع من فوق، هطفي عليها. وكمان هنا الصلصة بتاعتي اتسبكت وبرضو هطفي عليها، وبعرف اتسبكت ان بدأت تطلع طبقة الزيت تطفو على وش الصلصة، كده اعرف ان الصلصة بتاعتي اتسبكت. هطفي عليها والرز معايا استوى والعدس استوى. هبدأ دلوقتي هغرف الكشري بتاعي، وده طبق الكشري بتاعي بعد ما غرفته وحطيت المكرونة من تحت وعليها الرز، وبعد كده العدس ابو جبة والصلصة، وبعد كده البصل والحمص في الاخر، وجنبيها الشطة بتاعتي الجميلة. طبعا دي ما ضفتهاش عندي لانها بتبقى حسب الرغبة، خاصة لو في اطفال. جربوا الكشري بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.